إحنا كبرنا وإحنا متعودين ناخد نصايح كتير من ناس حوالينا، إذا كان أهالينا، قرايبنا، أيًا كان مين، بيقولوا لنا حاجات والمفروض إن إحنا نمشي عليها كإنها نصايح كونية أو rules والمفروض نتبعها، وما حدش سأل خالص هل الكلام ده فعلًا صح والّا لأ. بس الحاجة الأغرب إن كان في نصايح إحنا فعلًا محتاجين حد يقولها لنا ونسمعها بس ما حدش قالها. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بصوا انا بسجل دلوقتي الساعة 4:30 الفجر، يوم اجازتي الوحيد. تعرفوا انا بضيعه في ايه؟ انا قمت شغلت النور ده عشان لو محدش خد باله، يعني حبيت اقولكوا بس. ابتديت نعمل لايك ونبعت الفيديو ده لاصحابنا عشان نكبر بقى وكده. بصوا الفيديو ده هنقسمه جزئين. اول جزء في النصايح اللي اتقالت لنا واتقالت لنا كتير وما كانتش مهمة بالطريقة اللي هما كانوا بيوصلوها لينا، او ما كانتش ذات اهمية كبيرة في حياتنا. الجزء التاني هنتكلم في النصايح اللي احنا كنا فعلا محتاجين حد يقولها لنا وكنا محتاجين نسمعها في وقت من الاوقات. اول نصيحة وهي امشي جنب الحيط. مش فاكرة هي كانت امشي جنب الحيط بس ولا كانت امشي جنب الحيط يحتار عدوك فيك. فانا عامة هو مثل تقريبا، ما علينا. بإذن الله خير. ليها امشي جنب الحيط يحتار عدوك فيك، تمام؟ عشان انا كاتبه على المثل ده. انا ليه امشي جنب الحيط؟ طب انا ممكن امشي في نص الشارع ويحتار عدوي فيا برضه عادي يعني. وبعدين انا عايزه اقول حاجه، هو انا لو ماشيه جوه الحيطه بين الطوب مش بقى جنب الحيطه، عدوي هيدخل لي جوه الحيطه ويرازي فيا برضه. وعموما يعني هي الحياه مش عايزه اللي يمشي جنب الحيطه، الحياه عايزه اللي يمشي في نص الشارع بين العربيات وعينه في عين اي حد جاي في وشه. بص في وشي ولا وشي مش عاجبك ياض؟ لا يا بابا استغفر الله العظيم، دي خلقة ربنا. ولما هي خيرة ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟ النصيحة اتقالت لنا ذاكر وحياتك هتبقى كويسة. النصيحة دي بمناسبة الثانوية العامة. طبعا احنا دلوقتي في أيام امتحانات بتاعت الثانوية العامة. أنا بشوف حاجات غريبة، بشوف طلاب بتنهار، بنات بتخرج تعيط زي كل سنة، أعرف ناس بتنهار ما بتاكلش ما بتشربش، عايشة قافلة أوضتها عليها، متعملش حاجة غير إن هم قاعدين. ده غلط، ده مش صح. أنا ما بقولش ما ذاكروا، ذاكروا واعملوا اللي عليكم واجتهدوا وربنا هيكرمكم على قد تعبكم ده، بس انتوا كده بتموتوا نفسكم. انتوا كده حرفيا بتموتوا نفسكم بالبطيء. والله يا جماعة بجد التعليم مش آخر حاجة في الدنيا، هو أصلا مش آخر الدنيا، لسه في حاجات كتير قوي قدام. ذاكروا واجتهدوا واعملوا اللي عليكم وربنا يكرمكم وهتخشوا الكليات اللي انتوا عايزينها، أو حتى لو مش الكليات اللي انتوا عايزينها، الكلية اللي هتدخلوها أو أيا كان هتدخلوا ايه، ده الخير ليكوا، هو ده الخير اللي ربنا عارفه. انتوا ما تعرفوش ايه اللي جاي بعد كده. وعموما انتوا مش هتبطلوا مذاكرة، دي مش اخر حاجة تذاكروها، لا انتوا فيما بعد حتى لما تخلصوا دراسة. انا كنت فاكرة ان انا لما اخلص دراسة مش هذاكر تاني، بس لا، الحياة هتجبركم ان انتوا تتعلموا حاجات كتير قوي غصب عنكم مش بمزاجكم، عشان تعرفوا تواجبوا الحياة بعد كده، عشان ما تفضلوش واقفين في مكانكم. هيبقى حرفيا انتوا واقفين والدنيا ماشية مكملة وانتوا بتتفرجوا عليها من بعيد. فاهدوا كده شوية وروحوا على نفسكم، ما تقلقوش، كده كده محدش بيدخل الحاجة اللي هو عايزها. بهزر كده كده يا جماعة، والله كل واحد بياخد اللي ربنا كاتبه له مهما كان هو ايه، بس هو ده عايزاكم تتأكدوا ان ده الخير، هو ده اللي ربنا بيبقى كاتبه الخير. بس كده. تالت نصيحة كانت بتتقال لنا وهي ان الوقت كفيل انه يعالج كل حاجة. بصوا النصيحة دي فيها جزء غلط وجزء صح. الجزء الصح ان الوقت لما بيعدي بيعالج حاجات كتير. بعد مثلا حاجة حصلت معانا وحشة، بعد فترة ربنا بينعم علينا بنعمة النسيان وبتلاقي ان انت الحمد لله بقيت كويس. دي الجزء ده صح. وبرضه مع الوقت بتتعود على حاجات انت ما كنتش عاوزها بس تتأقلم مع الوقت، وده برضه حاجة الوقت بيعالجها. لكن الجزء الغلط ان الوقت بيجري، الوقت بيجري واحنا مش حاسين بيه. يعني مثلا تمام الوقت بيعالج كل حاجة، لكن لما بتاخد فترة كبيرة اكبر من اللازم بتلاقي الوقت جري وانت واقف في مكانك ما عملتش حاجة، ثابت. حسيت ان في فترة كبيرة عدت قوي والدنيا ما كانتش مستاهلة الفترة دي كلها. وساعات بتحس بالعكس مفيش حاجة اتعالجت، ده أكتر بقت أسوأ من الأول، وكمان الوقت جري. فيا فرحتي أنا لا كسبت كده ولا كسبت كده، أنت حرفيا واقف محلك سر ما عملتش أي حاجة. النصيحة الرابعة وهي ما تقلقش، لما تكبر كل حاجة هتبقى واضحة. متأكدين؟ احنا كبرنا ولسه مفيش أي حاجة واضحة. يمكن كل ما الواحد بيكبر كل حاجة بتزيد لعبكة أكتر، دي أكبر أكذوبة اتقالت.
بس الحاجة اللي اختلفت إن الناس الكبيرة دي بقت عارفة تخبّي ده، بقت عارفة تبيّن قدّام الناس هي عارفة هي بتعمل إيه، بس هُم مش عارفين ولا حاجة. النصيحة الخامسة اللي كانت بتتقال وهي خلّيك طيب مع الكل. هنا بقى محتاجين نقف شوية، أنت طيب وإحنا طيبين والناس كلها طيبة، بس تخيّل كده أنت طيب مع أي حد وفي أي مكان وفي كل وقت، أنت هتلاقي نَفْسك بتعمل حاجات أنت مش عارف أنت بتعملها ليه، وبتشتغل شغل مش بتاعك ولا هيعود عليك بأي منافع، في نفس الوقت حاسس بالذنب عشان مثلًا قُلت في مرة صغيرة كده لأ، مع إن ده حقك، أنت حقك إن أنت ترفض حاجة مش بتاعتك، بس أنت عشان طيب لو قُلت لأ وأنت معوّد الناس إن أنت طيب وبتعمل لهم كل حاجة، أنت بقيت وِحِش، خلاص ما بقيتش البني آدم الطيب anymore بقيت وِحِش بالنسبة لهم. النصيحة الصح هي خلّيك محترم مع الكل ولكن حُط حدود. ندخل بقى على النصايح اللي كنا فعلًا محتاجين إن حد يقولها لنا ومحتاجين إن إحنا نسمعها، ويمكن في ناس فعلًا اتقالت لها وسمعتها، بس معظمنا ما سمعش الكلام ده قبل كده، وكان لازم يتقال له في وقت من الأوقات. وقبل ما أقول أي حاجة، أنا الكلام اللي هاقوله دلوقتي أنا باقوله لنفسي قبل ما أقوله في فيديو، أنا باحاول أسمّع نفسي الكلام ده أكتر ما أنا عاوزة أسمّعه لحد، عشان تقريبًا أنا أكتر واحدة محتاجة إني أسمع الكلام ده. أول نصيحة حابة أبدأ بيها وهي الصلاة، حافظ على صلاتك مهما أذنبت، دي أفضل حاجة وأحسن حاجة ممكن حد ينصح بيها اللي قدامه والناس اللي بيحبها واللي فعلًا بيتمنى لهم الخير، لإن هي دي الحاجة اللي باقية لنا، الصلاة دي هي حرفيًا النور بتاع حياتنا، لو نجحنا فيها إحنا خلاص مش محتاجين أي حاجة تانية من الدنيا. تاني نصيحة وهي عامل كما تحب أن تعامل، النصيحة دي أنا شُفتها في comment في فيديو كده على تيك توك، بس أنا من ساعة ما شُفتها وهي مسكت في دماغي حرفيًا، وفعلًا أنا بقيت ماشية بيها. يا جماعة أنتم مش متخيلين هي مريحة قد إيه، هي حرفيًا بتريّح البني آدم نفسيًا من جوّه، حتى لو ما لقيتش إن أنا مستنياه أو مثلًا البني آدم اللي قدامي يعاملني زي ما أنا باعامله، بس كفاية إن أنا نيّتي كويسة، النيّة دي لوحدها كفاية. فكرة إن أنا عاوزة أعامل الناس بالطريقة اللي أنا أحب أتعامل بيها، دي فكرة مريحة جدًا، جدًا، جدًا. تالت نصيحة وهي اقضي حاجاتك بالكتمان، عشان نكون بس متفقين دي أكتر نصيحة إحنا بنسمعها ومش بنعمل بيها وأنا أول واحدة. طيب خلّينا نتكلم في الموضوع ده شوية، أنا عارفة إن إحنا لمّا بنكون مبسوطين بنجري على الناس اللي حوالينا اللي إحنا بنحبها، بنبقى عايزين نشارك الفرحة والانبساط ده معاهم، وإحنا بنبقى مبسوطين وإحنا بنعمل ده. أنا بابقى مبسوطة وأنا رايحة أشارك الناس اللي أنا باحبها الحاجة اللي أنا هتبسطني، بس أنا بصراحة مش عارفة ليه أول ما أي حد بيحكي حاجة هو بيبقى متحمس ليها أو بيبقى مبسوط بتبوظ مرة واحدة من غير أي سبب من الأسباب. هو بيبقى نصيب طبعًا في الأول في الآخر، بس دايمًا بيحصل الموضوع بيبقى out of nowhere كده، بتلاقي كل حاجة اتلعبكت وباظت مرة واحدة. فإحنا النصيحة دي بالذات محتاجين نفكر فيها شوية وناخدها بجدية ونتعامل بيها. رابع نصيحة وهي حط ثقتك في الناس الصح وفي المكان الصح، ما تثقش في أي حد كده وخلاص، بالذات في الزمن بتاعنا ده. والله لأ، في أي زمن كمان مش الزمن بتاعنا بس، إحنا بشر وطبيعة البشر ما بتتغيرش. الحذر حلو، إن أنت تحذّر من أي حد حواليك دي حلوة، دي حاجة في حد ذاتها كويسة، ما حدش فينا عارف نية اللي قدامه إيه، الحذر بيكفيك من شر أي حاجة حواليك. نقي الناس اللي فعلًا تستاهل إن أنت تحط ثقتك فيهم. أنا قبل كده سمعت حد بيقول إن هو ما بيحطش ثقة في أي حد وبيبقى متوقع أي حاجة من أي حد، وإن لما حاجة بتحصل معاه مثلًا مش بيبقى مصدوم لأن هو already بيبقى متوقع أي حاجة من أي شخص قدامه. هي صعبة أنا عارفة بس هي للأسف مهمة. خامس نصيحة اللي هنختم بيها الفيديو وهي الخصوصية ثم الخصوصية ثم الخصوصية. الخصوصية حلوة جدًا، تمام، الخصوصية في حياتنا مهمة ومهمة أوي، أوي، أوي كمان. إحنا لازم نتعلم إن حياتنا مش أي حد يعرفها، مش أي حاجة بتحصل معانا أي حد يعرفها، أيًا كان بقى شكل الخصوصية إيه، الخصوصية أشكال كتير، محتاجين نحافظ على خصوصيتنا وما نعرّفش أي حد حاجة عننا. بجد والله أنا باشوف فيديوهات غريبة جدًا، 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 إيه اللي أنتم بتعملوه ده؟ إزاي في حد ممكن يطلّع حاجة عن أهل بيته بالطريقة دي، إزاي؟ والناس اللي إحنا عايشين معاها ليل ونهار بقى، الناس اللي إحنا بناكل معاها، بنفطر معاها، بنتغدى معاها، بنروّق معاها، بندخل المطبخ، إزاي بتعملوا كده؟ بس كده ده كان فيديو النهارده، أتمنى يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنت إيه أكتر حاجة عجبتكم، ولو في حاجة أنا نسيتها اكتبوها لي برضه، وشيروا الفيديو مع أصحابكم، واعملوا لي فولو على الإنستجرام هاسيبه لكم في الديسكريبشن. بس كده، سلام.